هنسمع مع بعض دلوقتي برنامج حوارات مع نهى مصطفى على راديو آسيا. راديو آسيا، هواك عندنا. مساء الخيرات والنعيم على أجمل مستمعي راديو آسيا في كل مكان. أنا نهى مصطفى، وإنت دلوقتي بتسمعني في برنامج حوارات على راديو آسيا. النهاردة الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات، إن شاء الله هتكون حلقة لذيذة وممتعة وختامها هيكون مسك. النهاردة عاوزة أكلمكم عن دور من أخطر الأدوار اللي ممكن الإنسان يعيش فيه سنين طويلة قوي وهو فاكر إنه بيعمل الصح، بس هو في الحقيقة بيستنزف نفسه من غير ما يحس. دور المنقذ، الدور اللي بيخلي الإنسان حاسس إنه مسؤول عن راحة كل اللي حواليه، وعن حل كل مشاكلهم، وعن إنقاذ أزماتهم، وعن حمل أعبائهم، وكأن الحياة كلها واقفة عليه. الغريب بقى إن الدور ده بيكون مغلف بغلاف جميل جدا، الناس بتشكره وتقول عليه ابن أصول وجدع وطيب وما بيتأخرش عن حد، ومع الوقت نفسه بيبدأ يصدق إن قيمته هي العطاء، أو قيمته الحقيقية في كمية العطاء اللي بيقدمه للآخرين، فيفضل يستمر في بذل العطاء أكتر وأكتر عشان يتحب أكتر وأكتر، وعشان يتشكر أكتر وأكتر، ويتقال عليه جدع وابن أصول، لحد ما يكتشف إنه نسي نفسه تماما وهو مشغول بإنقاذ الآخرين. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم تاني مع حلقة النهاردة، الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات بعنوان المنقذ. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع موضوع حلقة النهاردة بعنوان المنقذ. المشكلة إن أغلب الناس اللي عايشة الدور ده بتربط بين الحب والعطاء، بتحس إنها لو أعطت أكتر هيبقى عندها قيمة أكبر، وكل ما تتحمل أكتر تبقى مستحقة للحب والتقدير أكتر، فتدخل في مشاكل مش مشاكلها خالص، وتتحمل مسؤوليات مش مسؤولياتها خالص، وتستهلك طاقتها في اللي ما يخصهاش، وبعدين تتعجب وتستغرب وتقول هو أنا ليه بتعب؟ هو أنا ليه بستنزف؟ هو أنا ليه الناس بتجهدني وبتمتص طاقتي؟ وتبدأ الأعراض تظهر بشكل واضح: إرهاق مستمر، ضيق داخلي، شعور بعدم التقدير، غضب مكبوت، إحساس بالوحدة رغم وجود الكثير قوي من الناس حواليها. وأحيانا كمان بيحسوا إن هم بيدوا للكل أكتر ما بيدوا لنفسهم، وبيحتووا الكل أكتر ما بيحتووا نفسهم، وبيدعموا الكل أكتر ما بيدعموا نفسهم. ولو رجعنا بقى للبداية هنكتشف إن دور المنقذ ده غالبا بيبدأ من وإحنا لسه صغيرين، بيبدأ بشكل مبكر جدا، بس إحنا ما بنحسش بيه غير لما بنكبر. يعني ممكن تكون طفلة اتحملت مسؤولية أكبر من عمرها، أو بنت اتربت على إن قيمتها في التضحية، أو إنسان اتعلم إن رضا الناس اللي حواليه أهم من راحته النفسية وأهم من راحته الشخصية، فكبر وهو معتقد إن الدور ده في الحياة هو أصلح دور ليه وأحسن دور ليه، لأنه منه بيستمد طاقته وبينقذ الناس وبيتحمل أعبائهم وبيتحمل مشاكلهم، فبالتالي بتبقى صورته حلوة قدام الناس. لكن الحقيقة مختلفة خالص. المساعدة شيء جميل جدا، لكن الإنقاذ المستمر فده شيء مرهق قوي. المساعدة الصحيحة أو المساندة الصحيحة لما بنتحمل مسؤوليتنا ونساعد الآخرين في مهامهم، ولكن مش ننسى نفسنا وكل همنا إن احنا نساعد الآخرين وبس. تحمل مسؤولية حياة الآخرين استنزاف، أما إلغاء النفس من أجل الجميع هو مش حب ولا تضحية، هو حاجة غير صحية. احنا بنعمل حاجة ما بيبقاش فيها أي نوع من أنواع الصحة النفسية، لأن المعلومات المهمة في علم النفس إن الشخص اللي بيتحمل مسؤولية مشاعر الآخرين بشكل دائم بيفقد تدريجيا قدرته على التواصل مع مشاعره. يعني
هو بينشغل باللي بيحس بيه الناس، وبينشغل باللي بيشعر بيه الناس، وينسى يسأل نفسه هو أنا عايز إيه؟ هو أنا محتاج إيه؟ هو إيه اللي بيألمني؟ وإمتى آخر مرة اهتميت بنفسي بالقدر اللي بهتم بيه بالآخرين؟ وإمتى حسيت بنفسي زي ما بحس بالآخرين؟ وإمتى دعمت نفسي زي ما دعمت الآخرين؟ هنطلع فاصل قصير ونرجع نجاوب على كل الأسئلة دي بكل حب. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع موضوع حلقة النهاردة بعنوان المنقذ. خلونا نجاوب على الأسئلة اللي سألناها قبل الفاصل. لو قلنا إمتى آخر مرة اهتميت بنفسك فيها زي ما بتهتم بالآخرين؟ أول خطوة في التعافي هي الوعي. لازم نعرف إن احنا عندنا وعي. مجرد إنك تنتبه لنفسك قبل أي موقف وقبل أي مساعدة وقبل ما تتدخل في أي حاجة ما تخصكش، اسأل نفسك: هل ده فعلا دوري؟ هل الشخص ده محتاج فعلا مساعدة مني؟ ولا محتاج يعتمد على نفسه أكتر؟ هل التدخل بتاعي هيفيد فعلا ولا هيخليه يعتمد علي أكتر؟ طيب، بعد الوعي بتبدأ تيجي الحدود. الحدود مش قسوة ولا أنانية ولا قلة أصل زي ما الناس فاكرة. الحدود معناها إن أعرف إمتى أنهي مسؤوليتي وإمتى أبدأ مسؤولية الآخرين. أعرف إمتى أساعد وإمتى أقف. أعرف إمتى أساند وإمتى أسيب. الشخص بيتعلم وبيعلم درس لنفسه، ودايما الحدود ما بتزعلش حد غير اللي فعلا شايف نفسه يستحق إن الناس كلها تساعده وتدعمه وهو ما يعتمدش على نفسه. خليك دايما فاكر إن مش مجرد إنك تشيل الناس على كتافك هي دي الرجولة وهي دي الجدعنة، ولا إنك لما تشيل الناس فوق دماغك هي دي الأنوثة وهي دي الأصول وهيقولولك شكرا وبرافو. لا خالص. لازم يكون في اتزان، لازم يكون في راحة، لازم يكون في تبادل منفعة، لازم يكون في ناس بتحس ببعضها، ولازم يكون في ناس بتعتمد على نفسها مش بتستنى الآخرين، لأن في قدر من العطاء. لو ما استنزفناش اللي حوالينا هنقدر ناخد منهم بسهولة وبيسر من غير استنزاف. في قدرة من العطاء من غير استنزاف، بيكون فيها حب للآخرين من غير ما نتخلى عن نفسنا، فيها احتواء لكن فيها احترام للذات وحدود صحية تحمي القلب والروح. وقبل ما اختم الحلقة عاوزة اقول لكم حاجة مهمة قوي. مش كل واحد اتعود على انه ياخد منك يبقى بيحبك، ومش كل واحد هيغضب لما تحط حدود لنفسك وتحط قواعد لنفسك يبقى بيحبك، لان الحب ده حب غير صحيح. الحب الصحيح اللي بيعتمد على الأخذ والعطاء، اللي بيعتمد على إن أنا أحترم حدود اللي قدامي، اللي بيعتمد على إن أنا مرهقش اللي قدامي بطلباتي واعتمد عليه وما اعتمدش على نفسي. هو ده الحب المتوازن. وأحيانا أول اختبار حقيقي للعلاقات هو كلمة لأ. وكمان الحدود بتكشف الناس. شوف مين بيحترم حدودك وشوف مين بينتهك حدودك، وساعتها هتعرف مين يستاهل ومين ما يستاهلش. لو اكتشفت انك عايش دور المنقذ من فترة طويلة ما تزعلش، بالعكس افرح، وافرح جدا كمان، لان الوعي دايما هو اول طريق التعافي. واول خطوة للخروج من اي دور مؤذي هي انك تشوف بوضوح. وافتكر دايما انت مش مسؤول عن انقاذ العالم، انت مسؤول عن حماية نفسك ورعايتها واحترامها واحترام حدودها، لان هو ده السلام الداخلي، وهو ده الراحة والاتزان. ساعد الناس بس ما تجيش على نفسك. اقف جنب الناس بس خليهم يعتمدوا على نفسهم في بعض المواقف. ساعد الناس بطريقة صحية من غير ما تفقد صحتك ولا نفسيتك ولا تفقد نفسك في الطريق. دي كانت آخر حلقة من برنامج حوارات. انتظروني في موسم جديد. بشكركم جدا على حسن استماعكم وحضوركم. إلى اللقاء.